يا صباح الخير والسعادة والتفاؤل وراحة البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. بما ان بقى رمضان على الابواب، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغنا كلنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. طبعا اكتر واول حاجة بنعملها بحلويات رمضان هي الكنافة، سواء بقى عملتيها للبيت او حتى في العزومات. فبما ان بقى الكنافة هي اسرع واول حاجة بنلجأ لها، فايه رأيكم نعمل النهاردة كنافة بشكل مختلف شوية، اهو نخرج شوية عن الشكل التقليدي اللي متعودين عليه للكنافة، بعيدا بقى عن صواني الكنافة سواء اللي بالكريمة او حتى اللي بالمكسرات، لان برضو شكل الكنافه اللي احنا هنقدمه مع بعض النهارده يمشي معاكي في اي حشوه انت عايزاها، مكسرات بقى او كريمه. وصدقين احنا مش بنغير بس في شكل الكنافه، لا بالعكس تماما، حتى الطعم نفسه بيكون مختلف، التحميصه بتكون مختلفه، لان طريقه التسويه بتكون مختلفه شويه. علشان كده الطريقه كلها على بعض فيها اختلاف، سواء في الشكل او حتى في الحشوه وكمان في الطعم، لان برضو الحشوه بتاعه الكنافه بتاعه النهارده مختلفه شويه، ممكن تكوني ما عملتهاش قبل كده. الاحلى بقى في طريقه الكنافه دي ان هي متحمصه من جوه زي من بره بالظبط. فتعالوا بقى نشوف الكنافه القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم، يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده وخلينا ماشيين بالترتيب، لازم قبل ما تبداي في الكنافه تكوني محضره كل مكونات الوصفه، لان الكنافه طبعا من الحاجات اللي مش مستحب ابدا ان هي تقعد في الهواء كتير علشان بتنشف. فاول حاجه هحضرها هي الحشوه. انا استخدمت نص كوبايه من الفول السوداني، طبعا عايزه تستخدمي اي نوع مكسرات مفيش مشكله، بس انا حبيت الموضوع يكون بسيط شويه. انا ضربت الفول السوداني ده في الكبه لغايه لما بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا مش عايزاه يكون قطع كبيره قوي ولا حتى وسط، ولا يوصل لمرحله ان هو يكون زبده، انا عايزاه يكون بالحجم الصغير قوي اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجه وانت بتضربيه بلاش توصليه لمرحله ان هو يكون زبده فول سوداني. اما بقى الطبق التاني ده فده عباره عن بسكوت مطحون. انا استخدمت بسكوت شاي عادي جدا، يعني تقدري تستخدمي اي بسكوت شاي انت بتفضليه. استخدمت منه 3 اكياس من اللي هي الاكياس الحجم الوسط، وطحنته بالشكل الناعم اللي انتوا شايفينه ده. وجبت طبق اكبر طبعا علشان اعرف اقلب براحتي، وحطيت الفول على البسكوت المطحون، وفي البدايه كده نزلت عليهم بمعلقتين كبار من السمنه المتسيحه، وهقلب بقى البسكوت والفول في السمنه دي كويس لغايه لما كلهم يتغلفوا بالسمنه كويس. وهعمل تجربه، لان انا عايزه اشكل البسكوت والفول على شكل كور كده صغيره علشان اقدر استخدمها بسهوله في الحشوه. فانا لما اخدت جزء من الخليط ده وجيت اعمله تيست ان انا اكوره في ايدي، لقيت ان القوام بتاعه لسه مفرفت جدا، يعني مش ملموم على بعضه، فزودته تاني معلقه سمنه، وهنا بقى كان اتظبط معايا وتشكل بالشكل اللي انا عايزاه. انا بعمله كور كده على قد بونبونايه صغيره علشان يكون استخدامه سهل وقت الحشوه، وكمان بيكون قوامه متماسك كده جوه قطعه الكنافه. لكن لو انت مش حابه يعني او كسلانه حتى تعملي الخطوه دي، فعادي ممكن تحشيها بالمعلقه مفيش مشكله. بس صدقيني حشوه الفول السوداني مع البسكوت بجد بتدي طعم ولا احلى. الفول علشان مطحون شويه لقطع صغيره خالص، فبيدينا ايحاء كده ان احنا حاطين في الكنافه زبده فول سوداني مثلا مع البسكوت بقى، فعاملين ميكس رهيب بصراحه. ودي بقى الحشوه بعد ما كورتها كلها كده لكور صغيره. وتاني حاجه لازم احضرها هو السيرب بتاع الكنافه، لان طبعا لازم يكون بارد جدا بدرجه حراره الغرفه، اكيد مش من التلاجة. وانا علشان بطبيعتي ما بحبش الحلويات مسكره قوي، فهعمل كميه صغيره من السيرب، لكن طبعا لو انت عايزه تزودي مفيش مشكله. انا استخدمت كوبايه من السكر وعليها كوبايه من الميه، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز تقدري تستبدليها معلقه عسل ابيض، ومعلقه كبيره من عصير الليمون. وانا في سيرب الكنافه بصراحه بحب استخدم حاجه بسيطه كده من لون الزعفران، بتدي لون حلو جدا للكنافه، بس ده طبعا اختياري. وشويه صغيرين من الفانيليا. لكن لو انت بقى بتحبي الحلويات بتاعتك مسكره فتقدري طبعا تزودي كميه السيرب. هو السكر بيكون على قد الميه، لان سيرب الكنافه لازم بيكون تقيل شويه، يعني بعد ما السيرب بيبرد بيكون نفس قوام العسل النحل كده بالظبط. هترفعيه بقى على نار متوسطه وهتسيبيه يغلي لمده 10 دقايق، وبعدين هتطفي عليه ولازم تسيبيه يبرد تماما. ونيجي بقى للكنافه. انا هستخدم نص كيلو بس من الكنافه، بس لازم وانت بتشتري الكنافه سواء بقى من السوبر ماركت او حتى من الكنافيني لازم تقولي له انا عايزه كنافه طرح اللي هي بتيجي طويله دي حته واحده. بس طبعا بصراحه انا كنت جايباها من السوبر ماركت، يعني كانت موجوده في الثلاجه بتاعه السوبر ماركت، لكن طبعا في رمضان بتكون متوفره دايما وباستمرار وبتكون فريش، ودي طبعا هتكون احلى واحلى. بس علشان الايام دي مفيش كنافه فريش، فاضطريت بقى ان انا استخدم الكنافه دي. بس حتى لو انت جايباها متلجه زي ما انا عملت كده لازم طبعا تسيبيها تفك تماما، وبعد كده بقى هتفرديها بالشكل اللي هي جايه عليه ده، وهتقطعي بقى الجزء على قد شبر ايدك بالظبط، بلاش تزودي عن كده علشان
الكنافه ما يبقاش فيها طبقات كتير وتقدر تستوي بشكل كويس، يعني تقيسي على قد شبر ايدك بالظبط، ولا اكتر ولا اقل. وهنحتاج بقى كمان في لف الكنافه علشان تسهل علينا الموضوع ما يبقاش شكلها منعكش قوي، خصوصا لو هي الكنافه زي ما انا مستخدماها كده ما كانتش فريش ابدا. بخلي جنبي كده بخاخ وفيه ميه، فلازم ارش رشه على الكنافه من فوق ومن تحت كده علشان شكلها يكون متساوي وتساعدني ان انا الف الكنافه كويس. ولازم جدا وضروري تلف الكنافه دي بفوطه كويس جدا، لان طبعا الكنافه عامله زي الجلاش كده بالظبط، لما بتقعد في الهواء كتير بتنشف وما بيبقاش قوامها حلو ابدا. وبعد ما بنفرد قطعه الكنافه بتاعتنا بنرش عليها رشه ميه من فوق ومن تحت زي ما انتوا شفتوا كده، وبعدين بحط له حشوه في الطرف وهلف بقى عليها الكنافه زي ما بلف السمبوسه بالظبط. طبعا انكم تشوفوها احسن من ان انا اشرحها بكتير. يعني بعد ما بحط الحشوه باخد الطرف اليمين او الشمال، طبعا ما ينفعش الاتنين مع بعض الا انت كده هتعملي رول، تاخدي طرف الكنافه اليمين او الشمال وبتعمليه في الاول كده على شكل مثلث. بعد كده بقى هتفضلي تركبي الاطراف على بعض عشان تديكي الشكل ده. طبعا انا حبيت ان انا الف معاكم كذا واحده عشان يكون الموضوع سهل وبسيط، لان في ناس كتير اصلا عندها مشكله في لف السمبوسه بحد ذاتها، فما بالكم بقى الكنافه. بس يا ست الكل لو موضوع المثلثات ده صعب عليكي فممكن تقلبيها كنافه رول عادي مفيش مشكله. وانا حبيت استخدم معاكم الحشو عادي بالمعلقه علشان ابين لك ان هي كده هتمشي، ولو عملتيها كور صغيره برضو هتمشي، يعني مفيش حاجه بتوقفنا ابدا. بس طبعا لو انت هتعملي الكنافه دي رول فانت هتضطري ان انت تستخدمي الحشوه كده بالمعلقه، مش هينفع ان انت تكوريها طبعا. وعلى فكره الكنافه الرول ما تختلفش عن دي في اي حاجه غير بس في طريقه اللف مش اكتر من كده، لكن هي نفس التسويه ونفس الطعم والتحميصه وكل حاجه. بس هي والله الطريقه دي سهله ما فيهاش اي حاجه. انت هتيجي بقى على طرف الكنافه الاخير ده وتحاولي ان انت برضو تحط عليه كده بخه من الميه علشان يلزق كويس جدا. وزي ما قلت لكم هي لو الكنافه فريش كده ولسه طازه طبعا بتكون احلى وشكلها متساوي اكتر، وبيكون المثلث بقى شكله متساوي ومش طالع منه اي نعكشه خالص. بس انا بصراحه ادمنت طعم الكنافه سواء دي او اللي انا عملتها معاكم من يومين برضو اللي هي على شكل قلوب وورد والحاجات دي، لان طريقه التسويه بتاعتها زي ما قلت لكم علشان بتختلف وبتستوي على نار هاديه جدا، فالكنافه طبعا بتطلع متحمصه جدا واخده لون من جوه زي من بره بالظبط، فبتطلع مقرمشه ومحمصه بس في نفس الوقت قوامها ناعم وهش جدا وخفيف احسن من الصواني بكتير. وهي والله سهله جدا وبسيطه وما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود زياده خالص. وممكن تستبدلي حشوه المكسرات بالكريمه وبتكون برضو حلوه جدا. هتحطي برضو الكريمه في الطرف وهتمشي على نفس الشكل ده بالظبط. بس يا ست كل وانت بتديها بخه ميه من فوق ومن تحت كده بلاش تزودي قوي علشان الكنافه ما تعجنش معاكي، هي رشه بسيطه خالص كده من فوق ومن تحت وبس كده. وحجم مثلث الكنافه بقى انت اللي تقدري تتحكمي فيه، لو عايزاه مثلث كبير او حتى مثلث صغير ده تتحكمي فيه من الجزء بتاع الكنافه اللي انت هتقطعيه علشان تشتغلي فيه. هتقطعيه عريض شويه هيديك المثلث كبير، هتقطعيه كنس شويه ورفيع هيديك المثلث صغير. وانا نص كيلو كنافه رصيته في صينيه مقاس 32، وانا مش دهنه الصينيه سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. وهنا بقى استخدمت نص كوبايه من السمنه البلدي وحطيت عليها ربع كوبايه من الزيت. يعني لازم جدا وضروري انك تخلي النسبه الاكبر للسمنه، ما ينفعش ابدا تتعمل كلها بزيت، وما ينفعش تخلي نص الكوبايه زيت وربع بس سمنه. ونصيحه لو انت هتشتغلي بسمنه غير السمنه البلدي اللي هي ما بيكونش طعمها قوي قوي يعني، فمن الاحسن انك تستخدمي الكميه كلها سمنه بلاش تزودي زيت. لكن بحكم بقى ان انا استخدمت نص كوبايه سمنه بلدي والسمنه البلدي بيكون ريحتها وطعمها قويين شويه فحطيت ربع كوبايه زيت. وهتغلفي بقى الكنافه كلها بالسمنه والزيت كويس جدا. والكنافه القمر دي هتدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 160 165 بالكتير جدا في الرف اللي في النص، ومع المتابعه طبعا لغايه لما تاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. هي بتتحمص مع نفسها كده من تحت ومن الفوق من الجوانب، لان طبعا النار هاديه جدا فعلشان كده بتتحمص وبتاخد لون براحتها جدا. واياكي ثم اياكي انك تستعجلي عليها او حتى تعلي عليها النار زي نظام الكنافه اللي احنا بنعملها في الصواني والكلام ده، ما ينفعش ابدا، لان طبعا زي ما انتوا شفتوا طريقه الكنافه دي واللف بتاعها فيها طبقات كتير، فلو استعجلتي عليها وعليتي عليها النار الطبقات اللي جوه دي مش هتستوي ابدا، مش هتديكي طعم التحميصه اللي احنا بنحبها في انواع الكنافه دي. هي هتاخد لون من بره بسرعه لكن مش هتتحمص ولا هتستوي من جوه بشكل كويس. واول ما الكنافه تطلع من الفرن وهي سخنه جدا هنسقيها بالسيرب البارد اللي بدرجه حراره الغرفه. بس كده يا ستي وعملنا احلى كنافه بشكل جديد وكمان بطعم جديد وحشوه مختلفه. وزي ما انتوا شايفين كده لونها من جوه متحمصه زي من بره بالظبط، مقرمشه وناعمه جدا وهشه وخفيفه. اما بقى الحشوه فدي في حته تانية خالص، طعمها بجد مختلف وجديد. جربوا ان انتوا تحشوها بالفول السوداني مع البسكوت، صدقوني بتفرق جدا. والكميه دي كلها عملناها من نص كيلو كنافه بس. شوفي انت بقى علشان تشتري الكميه دي من بره هتشتريها بكام؟ ويا سلام بقى لو عملتيها كمان واخدتيها معاكي زياره لحد في رمضان بتكون بجد ولا احلى. جربوها بقى واعملوها في رمضان وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم وهتشرفكم جدا في العزومات.
وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه، ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على كلمه الكل، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.